ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في تالت درس من دروس تعليم الكروشيه للمبتدئين. عملنا مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت كذا غرزة. اتعلمنا العقدة وتعلمنا السلسلة وكمان غرزة الحشو. في فيديو النهاردة هنعرف مع بعض آه، غرزة العمود بشكل عام، سواء كان نص عمود او العمود بلفة او لفتين، وهنعرف الفرق ما بينهم وشكلهم بيكون ايه. اول حاجة هنبدأ على طول ان احنا نشكل العقدة. وهنشتغل عدد من السلاسل اللي هنعمل عليها الغرزة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طبعا بيكون العدد اللي انتوا عايزينه حسب ما انتي هتعملي. انا بس بعمل عدد معين نشتغل عليه الغرزة. دلوقتي عملت السلاسل. آه، هبدأ دلوقتي ان انا اعمل الارتفاع. طبعا غرزة الحشو كانت واحدة بس، كانت سلسلة واحدة بس. لكن في غرزة العمود نص عمود هنعمل 2 بس. يبقى الحشو غرزة واحدة، سلسلة واحدة بس، لكن نص عمود بتاخد 2 سلسلتين ارتفاع. بعد كده هبدأ ان انا الف الخيط على الابرة، وهسيب طبعا هتجاهل اول سلسلتين وهروح للسلسلة التالتة هدخل فيها وهسحب الخيط. هطلع كده بقى معايا 3 لفات على الابرة. عايزة اخلص منهم هطلع منهم كلهم مرة واحدة عشان يبقى نص عمود. تاني هلف الخيط على الابرة، هدخل في السلسلة، هطلع بيه الخيط. كده معايا 3 حلقات. هلف الخيط تاني وهطلع منهم كلهم مرة واحدة. شايفين ده شكل الغرزة. تاني الف الخيط وادخل في حرف الفي واطلع منه 3 حلقات وهطلع منهم مرة واحدة. يبقى كده عندنا غرزة العمود بتتلخص في ان هي بترتفع ليها عدد 2 سلسلة، وبتلفي الخيط وتدخلي في حرف الفي، تسحبي الخيط منه. هتلاقي معاكي 3 حلقات على الابرة. كل اللي بتعمليه انك بتطلعي من ال3 حلقات كلهم مرة واحدة. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص عدد السلاسل اللي موجودة عندي. بعد ما خلصت ده شكل السطر. ما فيهوش فراغات، يعتبر مشدود وسميك. دلوقتي هبدأ ان انا اشكل السطر التاني. هرتفع برضو 2 عدد 2 سلسلة. ادي 1 ادي 2. هلف الشغل الاتجاه المقابل وهبدأ ان انا اشتغل عليه. الف الخيط وادخل في حرف الفي. السلسلة عشان بس نكون واضحين، في بيكون فيها ليها جزئين، من فوق كده في حرف في ومن الجنب في حرف في. لو هشتغل غرزة عادية هشتغل في حرف الفي دوت اللي هو على السطر.
دي بكل بساطة غرزة النص عمود. ده بيكون شكلها. هكمل بقى السطر وهرجع اوريكم غرزة العمود الكاملة الاختلاف ما بينهم بيكون ايه. ده بيكون شكلها وحجمها كمان، لان بتختلف تماما في الحجم عن غرزة العمود. شايفين هي حجمها مش بترمي برضو، يعني يعتبر شبه قريبة قوي من غرزة الحشو. بلون تاني بقى كده، تعالوا نغير اللون عشان يظهر الاختلاف ما بينهم. هنعمل غرزة العمود. شفنا مع بعض طبعا في المرة اللي فاتت ازاي بدخل الابرة او بلضم الخيط من غير ما اربطه. تاني هدخل كأني بعمل سلسلة باللون التاني، وهشد بس الخيط من ورا ومن قدام كويس عشان اتأكد ان الخيط ماسك او مربوط كويس. دلوقتي بقى هرتفع 3 سلاسل، يبقى الفرق ما بينهم اول حاجة ان انا هرتفع 3 سلاسل. هعتبر ان الغرزة اللي كانت في الاول خالص اللي هو اللي ضمت بيها الخيط هعتبرها واحدة من السلاسل دي عشان ما تطولش معايا. دلوقتي زي العمود بالظبط، زي نص العمود بالظبط، دخلت برضو ولقيت ان معايا 3 فتلات على الابرة. هعمل فيهم ايه؟ هطلع من 2 2. تمام. كل اللي هعمله ان انا هلف الابرة تاني، هلف الخيط على الابرة، هدخل في حرف الفي، هطلع من اول حلقتين، وبعدين هطلع من تاني حلقتين كده العمود. يبقى الفرق ما بين العمود والنص عمود ان في العمود بعمل 3 سلاسل مش 2، وبطلع من ال3 فتلات اللي على الابرة بغرزتين غرزتين، مش بطلع مرة واحدة. شايفين حتى الحجم يعتبر كبير او بتدي طول معايا. انا كل ما بزود عدد من اللفات كل ما بيزيد معايا طول العمود نفسه او القطعة نفسها. يلا نكمل بنفس الطريقة. خليكي حريصة وانتي بتشتغلي في الحاجات دي بالذات ان انتي تعدي عدد الغرز بتاعتك وتتأكدي في كل سطر ان انتي ماشية مظبوط، لان اي غلط انتي مش هتلاحظيه في اول سطر. انتي فجأة هتلاقي القطعة مثلا وانتي بتخلصيها في اخرها، هتلاقي ان القطعة جاية معاكي بشبورة، هتلاقي ان في عدد ناقص او عدد زايد، هتحسي ان القطعة مش مظبوطة. فانتي تجنبا لفك الخيط والشغل والوجع ده كله،
على قد ما تقدري وانتي ماشية كده 1 2 3 إنك عدي كده الحاجات بتاعتك عشان تطلع القطعة بتاعتك مظبوطة، وحاولي انك تركزي في نهاية السطر وفي بدايته، لأن ناس كتيرة بتاخد معاها اللي هو جزء الارتفاع ده بتعتبره عمود، فبالتالي القطعة بتزيد معاها، فبتيجي تلاقي نفسها مزودة غرز، فده حاجة مش لطيفة خالص. بعدين يعني انتي تبقي مثلا بتشتغلي في كوفية، فتيجي في نهايتها تلاقي نفسك ماشية غلط. ف يعني نحاول بس نركز في الحاجات دي. هبدأ في السطر التاني علشان اوريكي زيادة الارتفاع بتاعها وقد ايه هو مش حاجة بسيطة، هو الارتفاع ما بينهم فعلا. ده فرق الطول. هي بتنجز، يعني هي بصراحة غرزة العمود بتنجز كتير، بترمي معاكي في الطول اكتر، لكن لو عايزة حاجة أدوأ فطبعا هتبقى أحسن لك وأرشحلك أكتر النص عمود أو غرزة الحشو، لأن هما بيفرقوا أكتر في إن هما يكونوا فيهم سماكة شوية أو إن هما يكونوا مقفلين ومفيهمش فراغات كتير. وطبعا حجم الإبرة برضو بيفرق في حاجة زي كده. دي شكل القطعة بعد ما خلصت، وده الفرق ما بين النص عمود والعمود. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشوف الفرق ما بينهم وما بين غرزة العمود بلفة، وهنشوف طبعا غرز تانية كتير، فذاكري كويس.